اليوم راح نشارك معاكم وصفة من أروع ما جربت اللي هي الفو كاستيل ولا الكاستيل الكذاب. وصفة بزاف بنينة، خفيفة، تقرمش بزاف بنينه، سيرتو اذا تبعتوا النصائح اللي راح نمدهم لكم. اذا نبداو على بركه الله. في ان ريسيبيون حنحط 3 حبات بيض اللي يكونوا بدرجه حراره الغرفه، نضيف عليهم مغرفه صغيره تاع لافاني، ونضيف اقل شويه من نص كاس تاع سكر عادي، هكذا باش تجينا الوصفه تاعنا معتدله في السكر. وسعه الكاس دائما 220 ملي. وكالعادة نضربو كلش مع بعض بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجمهم ويتخلطوا مليح ورايح يولي عندنا القوام تاع الخليط تاعنا كثيف، هكذا باش يجينا هذا البسكوي منفخ ومفشفش. ضربوهم من 5 حتى ل7 دقائق. من بعد راح نضيف نص كاس تاع زيت نباتي، يعني زيت عادي، راح نضيفوه هكذا على شكل خيط، وفي نفس الوقت راني ندرب حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. ونضيف تاني كاس تاع حليب، كاس يكون معمر، ومن الاحسن الحليب تاعكم دفيوه شويه. نضيفوه ونزيد نخلط، ونزيد عليهم كاس تاع كاوكاو اللي يكون محمص مليح ومطحون متوسط. كاوكاو حمصوه وطحنوه بالقشور، وهذا هو السر تاع القرمشه اللي تجي في البسكوي. هنا تقدروا تعوضوا هذا الكاوكاو باي مكسرات. ونروحوا للنواشف. هنا ما نش حنستعملوا الفارينه، راح نستعملوا اي بسكويت اللي يكون الجو تاعو بنين. هنا عندي 2.5 كيسان تاع البسكويت كنت طحنته مع 2 باكيات تاع خميره حلوه ولا خميره كيميائيه. ونخلط هنايا بالفوي ولا بلا ماغيز، المهم حاولوا انكم تخلطوا كامل المكونات مع بعض بلا ما تهبطوا على الهواء المتواجد في الخليط تاعنا. وكيما راكم تشوفوا انا البسكوي تاعي ما ضفتوش على ضربه واحده، درتو على 2 دفعات هكذا. نتوما ديروا كيما قلت لكم 2.5 كيلات دائما بنفس الكاس. هذه التحليه ولا هذه الحلوه السر تاعها في البسكويت. اذا درتوا بسكويت نوعيه جيده راح يجيكم الجو تاعها مليح. والنوعيه الجيده كاينه سبيكيلوز، وسبيكيلوز بزاف غالي كيما على بالكم. ما لوش ديروا، خيروا اي بسكويت وضيفوا له نص مغرف صغيره تاع قرفه اللي تكون طبعا مرحيه. صدقوني هذيك القرفه رايحه تمد واحد الجو لهذا الكاستيل ويجي فيه الجو تاع سبيكيلوز. نجيبوا صينيه تاعنا اللي فيها 30 على 40 سنتيمتر، فرشتها بلو بابي كويسون. هاد ورق الزبده ضروري لانه هاد البسكوي يلصق في الصينيه، حتى اذا رشيتوا الفارينه ولا يلصق. لازم البابي كويسون هكذا. فرشوه مليح ونوزع هذاك الخليط تاعي كيما راكم تشوفوا. حاولوا انكم توزعوه بالتساوي باش يجينا البسكوي تاعنا عنده مستوى واحد. ما تخافوش منه، يعني يبان لكم انه الكميه قليله، راح يزيد يتضاعف حجمه لانه فيه الخميره. وأون بليس ما نحبوهش يكون يعني طالع بزاف، لانه اذا راح يجيك طالع بزاف راح تروح لك هذيك القرمشه اللي رانا نحوسوا عليها. هكذا نوزعه كامل، برك ما تنساوش الرشه تاع القرفه ولا نص مغرف صغيره تاع القرفه. نوزعه بهذه الطريقه ونزيد نخبطه شويه وندخلوه للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على 180 درجه. رايح يدي معكم من 10 حتى 12 دقيقه. وبالنسبه للكريمه واش نحتاجو؟ عندي كاس غربه تاع بودره شونتي، رايحه نضيف عليها كاس تاع حليب اللي يكون بارد، يعني يكون من المجمد. وكيما تعودتوا عليا انا شونتي ما نضيفش الكيله تاع الحليب مباشره، رايحه نقسمها، نديرو نصف تاع الكميه ونبدا نخلط حتى تبدا هذيك الكريمه تطلع ويتضاعف حجمها. من بعد نروح نضيف هذاك الحليب المتبقي بشويه، وفي نفس الوقت راني ندرب. السر الثاني البنات تاع هذا الفو كاستيل اللي هو القهوه سريعه الذوبان. انا هنا كانتش متوفره عندي، انتوما ديروا مغرف صغيره تاع قهوه سريعه الذوبان، ذوبوها في شويه تاع حليب ولا شويه تاع ماء يكون دافي وضيفوها. يعني بصراحه صدقوني انا هذا الفو كاستيل عجبني اكثر من الكاستيل. انتوما كي تجربوا الوصفه ردوا لي رايكم فيها. تبعوا برك النصائح اللي مديتهم لكم كيما القرفه والقهوه سريعه الذوبان. كيما ايضا تقدروا تضيفوا عطر القهوه ولا عطر الكراميل، لكن كي ديروا القهوه سريعه الذوبان يجي هاد الكريمه قرف بنينه. هنايا بعد ما تحصلت على الكريمه تاعنا، ودائما الكريمه اللي نحشو بها دائما حاولوا انه يكون القوام تاعها ماشي متماسك بزاف، نعمرها في ان بوش ونخليها بجيه.
هنايا البسكويت تاعي راهو واجد، خليوه يبرد مليح ونجيو نحيوه. هنا سيسوه راهو بزاف ساهل باش يتكسر معاكم. رايحه نقسموه على 2. هنايا نعتذر منكم، يعني نتوما قلبوه من بعد تقسموه هكذا باش يجيكم ساهل ما يعييكمش. انا غلط قسمتوه هو الاول. هنايا نقلبوه ونروح نحيلو هذاك البابي كويسون غير بشويه، يعني راهو في ورق الطهي ولصق معايا، فما بالكم انه ما ديروش ورق الطهي. ونبداو هنايا في المونتاج. راح نحط الطبقه الاولى اللي تجي من تحت، دا نجيبو امامكم باش يبان لكم مليح، وهذه راح تكون هي الطبقه اللي تجي من الفوق. ونروح مباشره نديروا الكريمه. هنا الكريمه يعني كاينه ناس بالك تحب بزاف الكريمه، انا ما نحبش ندير الكريمه بزاف سيرتو في الوسط باش ما يجيناش حلو ويقهم. ديروا طبقه اللي تكون يعني ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه، تكون متوسطه. شوفوا الكريمه كيفاش راهي تتمشى معانا، يعني توزعيها بكل سهوله. نجي هنايا نحط هذاك المرسو اللي تبقى لي ولا الطبقه الثانيه. هنا تقدروا ايضا فوق هذا الشونتيي ترشوا شويه تاع مكسرات، نسويها مليح ونزيد نحط طبقه تاع الكريمه. ونجيب سباتيل ونحاول اني نسويها بهذه الطريقه. وهنايا عندي شويه تاع كاوكاو كان تبقى لي، رايحه نزين به. هنا الكاوكاو محمص ومطحون متوسط، حاولوا انكم برك تنحيولو هذاك الرطب اللي يجي فيه. وفي الاخر رايحه نزينو بالديكوجيل كراميل. هذا الديكوجيل كراميل تاع اون بليس راح يخلي الكاستيل تاعكم يجي قراف بنين، واون بليس يمدلو منظر شباب كما راكم تشوفوا. هنا نكون صريحه معكم، خليته 10 دقائق لا اكثر في المجمد. رايحه نقطعوه هنا، نحيو هذوك الاطراف هكذا. وبالنسبه للتقطيع انتم احرار، تحبوا تقطعوه كيما لي ترونش باتيسري ولا ميلفاي، ولا تقطعوه مربعات صغار، يعني قطعوه كيما حبيتوا. انا حنقطعوه على 2 هكذا، من بعد راح نقطع كل هذاك المستطيل اللي تحصلنا عليه على 2 هكذا، يعني حنقطعوه مربعات. شوفوا خرج لنا كميه ما شاء الله، وقطعتوا مربعات كبار ماشي صغار، يعني كون تحبوا تزيدوا هذا المربع تقسموه على 2 راح يخرج لكم كميه ما شاء الله. هاد الوصفة لازم تجربوها وتصلح في جميع المناسبات، يعني يكون عندك عرضة في رمضان، سهرات رمضان، تشربيها مع لاتاي قهوة، يعني وين تحطيها تجي. نتمنى انكم تجربوها وتحكموا بروحتكم. باش تخليوا لي رايكم في التعليقات، ونتلاقاو في وصفة جديدة دائما على نفس القناة، وفي امان الله.